انتبه، هذا الشيء ممكن يوصلك لمرحلة تليف الكبد وانت ما تعرف. الموضوع مو بس كرش طالع اللي قدام، الموضوع هو دهون الكبد. يعني الكبد هو مصفى الجسم، هذا المصفى صار ثقيل ومتروس دهون وطبقاته محشوقة حشق دهن، وما يقدر يلحق يصفي السموم. من ناكل تمن وقيمة وراها بيبس وحلويات ومشروبات غازية، الكبد ما يلحق على هاي الطاقة، بالتالي راح يحول السكر الطاقة الفركتوز المن يحولها إلى دهون ثلاثية ويخزنها داخل خلايا الكبد نفسه. المشكلة وين؟ المشكلة الكبد عبارة عن عضو صامت، يعني ماكو لا وجع ولا يصيح آخ لحد ما توصل مرحلة التهاب الكبد أو تليف بالكبد أو لا سامح الله سرطان الكبد. يعني إذا تنتظر الألم راحت عليك، وأغلب شيء راح يشخصون عن طريق الصدفة، عن طريق السونار أو الإنزيمات ALT أو AST. إنزيمات الكبد تكون مرتفعة. أما بالنسبة للعلاج، أول ما نبدي خطوات بسيطة. أول ما نقطع السكر هو العدو الأول. ثانيا المشي الحركي، تكون يوميا حركة ومشي. ثالث شيء نقلل من وزننا بنسبة 5 إلى 10% من وزننا الحالي. رابع شيء الصيام المتقطع ممكن يفيد بعض الناس بس هو مو شرط على الجميع. خامس شيء الخضروات الصليبية البروكلي واللهانة ممكن تفيد. وآخر معلومة القهوة السوداء ممكن تكون مفيدة لدهون الكبد، تعتبر صديقة للكبد لأن هي راح تقلل من إنزيمات الكبد المرتفعة وتمنع التليف، بس هي مو علاج، عبارة عن عامل مساعد فقط. احفظ الفيديو واكتب لنا بالتعليقات شو وقت آخر مرة فحصت إنزيمات الكبد، وشارك الفيديو لأصدقائك.